السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد كده عليكم يا رب. طبعًا عملنا مع بعض طريقة عمل الرقاق الناشف في البيت، وهنعمل بقى النهارده أحلى صينية رقاق باللحمة المفرومة، رهيبة يا جماعة أوي، جربوها وبإذن الله هتعجبكم بإذن الله. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول. يلا بينا على المقادير، الطريقة سهلة جدًا وبسيطة. هنجيب بصلتين كبار ومعلقة سمنة بلدي على معلقة زيت، وهاشوّح البصلة يا دوبك بس تدبل إيه حاجة بسيطة، وهانزل على البصلة دي بربع كيلو لحمة مفرومة. بس طبعًا هانزل باللحمة هاشوّحها تشويحتين كده حلوين، وبعد كده هانزل إيه بفلفل أسود، أنا باحب أعصّج اللحمة بفلفل أسود بس، أو ساعات باحط مع الفلفل الأسود ذرة بسيطة جدًا، جدًا بهارات لحمة، حاجة بسيطة يعني، لإن باحب طعم اللحمة هو اللي بيكون ظاهر يعني إيه، ما باحبش توابل كتير في اللحمة يعني. طبعًا هاشوّح اللحمة مع البصل كويس، وهانزل إيه بمعلقة صغيرة فلفل أسود، والملح طبعًا سواء بتسلقي لحمة أو بتعصجي لحمة خلّيها آخر حاجة، عشان ما تعطّلش السوا بتاع اللحمة يعني. بس وباكون مجهزة قوطاية صغيرة وقرن فلفل رومي باقطّعهم مكعبات، بيدّوا طعم طبعًا الفلفل والقوطة بيدّوا طعم حلو أوي، أوي لتعصيجة اللحمة يعني. حرفيًا لمّا بانزّل القوطة والفلفل مع طبعًا السمنة البلدي بتشوّحيهم بيبقى الريحة جميلة جدًا، جدًا في تعصيجة اللحمة. طبعًا هاهدّي النار خالص على اللحمة وهي بتتعصّج وهاسيبها على جنب. طبعًا معلقتين سمنة بلدي وطبعًا سيّحتهم يا دوبك بس إيه، سيّحتهم يعني دافيين بس وحطيت عليهم معلقة baking powder. وطبعًا سر من أسرار الرقاق يطلع معاكِ ممتاز وحلو جدًا، جدًا طعمًا، إن الشوربة تبقى دسمة. شوربة دسمة والشوربة نفسها يبقى طعمها حلو، أنتِ مبهراه صح يعني. طبعًا هنا الشوربة سخنة، وهاحط 4 رقاقات من تحت و4 رقاقات من فوق، وطبعًا بابقى دهنة الصينية من تحت قبل ما أحط رقاق بسمنة، وكل رقاقتين بادهن سمنة كده ييجي معلقة سمنة كده بالضبط يعني. الدهن السمنة دوّة بيورق لِك الرقاق ما يبقاش لازق في بعضه وبيدّي له كده إيه توريقة حلوة مع الbaking powder. جربوا بس الطريقة دي بالضبط وهتعجبكم جدًا. طبعًا خلّصت ال4 رقاقات اللي من تحت، طبعًا هاحط اللحمة، وهاكرر نفس الموضوع في الطبقات اللي فوق. أول ما ابتدي أعمل الرقاق هاكون مسخّنة الفرن على درجة 200 أو 220. لازم الفرن يكون سخن جدًا، جدًا، جدًا معاكِ قبل ما تدخّلي صينية الرقاق. ده بيخلّيها ما تطوّلش أوي في الفرن وبتبقى طالعة معاكِ أكنِّك بتاكلي فطير، مع سِنّة قرمشة بسيطة فالmix نفسه بيبقى طعمه حلو أوي. بس كده إيه خلّصت صينية الرقاق هادهنها طبعًا من فوق على الوش يعني سمنة بلدي، وحاجة بسيطة أوي، أوي إيه شوربة اللحمة، حاجة بسيطة جدًا، على الأطراف بالذات يعني. لو مش عايزة تحطّي عادي ما فيش مشاكل، بس دي بتدّي معاكِ إيه توريقات وما بتخلّيش الصينية ناشفة أوي معاكِ. طبعًا باقطّع صينية الرقاق زي صينية الجلاش، باقطّعها الأول علشان خاطر لمّا بتطلّعيها تبقى سهلة معاكِ في التقطيع وما تغلّبكيش وإيه، وأنتِ بتطلّعيها يعني إيه، وأنتِ بتقطّعيها يعني وهتاكلي منها يعني. بس الطريقة سهلة جدًا، بس طعمها طبعًا حكاية، طعمها حلو أوي، أوي، أوي. جرّبيها وتسلم إيديكِ مُقدّمًا. طبعًا هي طلعت من الفرن طبعًا الجلاش الرقاق لمّا بتخبزيه في البيت وتعمليه بإيدِك، بيبقى حلو أوي، أوي، ولا معضّن ولا ليه ريحة إن مكمكم، وبتبقي ضامنة إن أنتِ حاجة نضيفة أنتِ عملتيها في بيتِك يعني. وكده الفيديو انتهى وبألف هنا وشفا، مع السلامة.